كان في سؤال بيتقال لي على طول، سيف هو انت اتعلمت من مين؟ انت كسيف اتعلمت من مين؟ خليني اكلمكم في موضوع مهم قوي. هو عمرك ما هتتعلم في البيزنس غير لما هتدفع فلوس. بس عشان انا صراحة يعني خليني اكلمكم في موضوع اللي بشوفه على الفيسبوك جروبات وكده، وانا يعني قاطع في الفيسبوك جروبس. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكم بلاكر. النهارده هتكلم معاكم في موضوع شائك جدا. ايوه جدا. انا صراحه عجبتني الفيديوهات اللي على الواقف دي، يلا بينا ندردش كده. سيف انت اتعلمت ازاي؟ اول حاجه خليني الفيديو ده هنقسمه لشق، انا وانت. انا كسيف اتعلمت ازاي؟ انا كسيف اتعلمت ان انا كان عندي في الاول تراي اند ايرور. سلكت معايا في الاول. يعني ايه تراي اند ايرور؟ يعني انا بجرب وبخسر. خسارتي زمان كانت مجهود. يعني انا قعدت يعني 3-4 شهور ما بنامش، في الاخر كل ده راح في الزباله. كان معايا فلوس وكلها راحت برضه في الزباله، وكان معايا فلوس قليله جدا. طيب هل يا سيف القليله جدا دي انت ممكن تبتدي بيها دلوقتي؟ لا، موضوع كبر. موضوع بقى الليفل بتاعه كبر. يعني زمان القهاوي اللي كانت من 10 سنين الليفل بتاعها زي القهاوي اللي معمول بيها دلوقتي، لا، الستاندرد بتعلى، ليفل البيزنس ذات نفسه بيعلى. طيب حلو قوي. طب نيجي نتكلم النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده انه انا كسيف كنت بعمل تيست لحاجات كتير قوي، وفي الاخر ما نفعتش وخسرت. بعد كده ابتديت اتكلم مع ناس، وابتدي ان انا خلاص بقى ان انا هخش الانفلونسرز ماركتنج، وكنت بتكلم مع ناس حواليا في الانفلونسرز ماركتنج، وابتديت اعمل وسلكت معايا في الاول. وبعد كده دايركت رحت رايح لمنتورز. ولما رحت المنتورز رحت منتور كان كويس، فاتعلمت كل حاجه عن البيزنس عامه، على البيزنس عامه. وبعد كده طبقتها. يعني ازاي اماركت في العادي، ازاي امانج تيم في العادي، ازاي يبقى عندي الرايت مايند سيت. بعد كده كله طبقته في الدروب شيبينج. فاهميني؟ ما هو يا جماعه الافكار اللي احنا بنجيبها دي والاساليب اللي احنا بنشتغل بيها دي كلها مش يعني ما بتبقاش بتتعمل بس في الدروب شيبينج. لا، احنا بنطبق بس في الدروب شيبينج. غير كده هو الموضوع بيزنس عامه. فبالتالي انا رحت للمنتورز. طب هو المنتور اصلا اللي بيعلمني ده اتعلم ازاي؟ ما انا دلوقتي منتور اتعلم من ان هو يحط فلوس، وممكن حاجه تسلك معاه وما تسلكش معاه، وتسلك معاه شويه شويه. بكلمك بالاخويه. يعني ايه بالاخويه؟ يعني ايه بينك وبيني كده. طيب يعني انا كسيف اتعلمت ازاي ان انا ممكن احط فلوس وحاجه ما تسلكش معايا، واجي اقول لك احذر من دي. لما اجي اقول لك اخطر 10 مش عارف ايه، الاخطر دول انا رحت فيهم ولقيت ان انا فعلا خطوره. يعني فيديو زي كده لو انا بتكلم على تكلفته، هو مش تكلفته في الفيديو بس وان انا اطلع اتكلم اطلاقا. انا ممكن اتكلم معاك ممكن خسرت فيه مثلا مش اقل من $10,000 عشان اجي اقول لك ده خطر. فهمت؟ طيب حلو قوي. فبالتالي انا كسيف رحت المنتورز 1 و2 و3، وكان كورسز سيلز عشان اعرف البيع عامه كان ماشي ازاي. انت لو خيرتني تاخد كورس بيع في العام ولا كورس دروب شيبينج، هقول لك كورس في بيع في العام، بعد كده دروب شيبينج، لانك هتطبق البيع العام في الدروب شيبينج. شفت الفكره اللي جاي ازاي؟ حلو قوي. فيجي النقطه اللي بعد كده، خلاص طب انا يا سيف ادفع ولا ما ادفعش؟ المحتوى المجانا ولا مش مجانا؟ بص، كل يوم الموضوع بيتغير. الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي فيه بكره انا ممكن ابلشه كمان اسبوع، ممكن ارفعه كمان اسبوع، كمان اسبوع الدنيا اتغيرت. فكل حاجه ما بتبقاش معاصره، مهما المجانا او المدفوع كان معاصر، كل يوم الدنيا بتتطور. فانت كده كده هتدفع فلوس في تعليمك التطبيقي. فيجي واحد يجي يقول لي انا سالت يا سيف على الجروب الفلاني وجي قال لي لا 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 محتوى مدفوع ايه، لا 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 خليك في المجانا، اليوتيوب مليان وبتاع. اليوتيوب مليان، هتيجي تنفذ هتخسر. ما هو ده تعلم برضو. انا مش جاي اكلمك اماركت لك لكورس معين عشان بس نلغي الفكر ده من عندك. انا بكلمك انك هتتعلم
بشكل تطبيقي انك هتحط فلوس ممكن انك تخسرها. انا بكلمك دلوقتي وانا على الهوا. على الهوا يعني ايه؟ يعني انا مش ستيبل كبزنس. ممكن انا ستيبل ان انا عندي عقارات وعندي بزنس تانية في ارض الواقع وعندي حاجات كتير الحمد لله. فبكلمك ان النقطة اللي بتكلم عليها ان انت لو انت حطيت فلوس وما خسرتهاش عشان تتعلم حاجة يبقى انت بتعمل حاجة غلط. ما انت عندك حلين عشان بس نبقى فاهمين كده. لا اما هتاخد خبرات حد داس في الموضوع وخسر ويجي يقول لك هنا لا الطريق ده فيه خساره وده هتدفع له زي ما انا دفعت في الاول. تاني حاجه لا اما هتجرب بنفسك وهتحط فلوس وهتخسرها وساعتها هتتعلم اللي هو كان هيقوله لك. بس ده اللي بتكلم عليه. يعني مثل واقعي، انا كسيف اجرب الابلكيشن الفلاني الابلكيشن ده مثلا $50 على الشوبيفاي، ادفع $50 ادرك ان هو ما بيفيدش في اي حاجه خلاص خسرت $50 عشان اتعلمت ان ده مفيش. لا اما كنت اروح لواحد ادفع له اقول له ده مفيد ولا لا، يقول لك لا مش مفيد. شفت هنا بقى النقطه في ايه؟ في وقتك. نصيحه اخوك تاخد بيها ما تاخدش بيها، دي بتاعتك انت. لو صغير في السن لا ما تروحش الموضوع ده، ما خليك في اللي هو ايه، انت عندك وقت جرب واعمل وبتاع، محتوى مجانا. عندك مسؤوليات ودنيا والوقت مش ملكك، لا روح للمدفوع. وده سواء هتروح لمعايا او لحد تاني زميل في المجال، مش دي انا يهمني انت. بس النقطة كلها في انك تتمعظم وهتتعنطز وتسمع كلام واحد هو مش في جيبه $50 في جيبه بيقول لك كومنت في بوست انت عملته، او انت بتقول لي كلمه بتاخد استشاره من حد يقول لك لا المحتوى المجانا هتبص لنفسك مش هينفعك لما يجي يقول لك كده. تمام؟ طيب سيف احنا ممكن نشتري كورسات من بره البتاع واللي هو تسريبات والكلام ده كله. انا مستحيل اعمل كورس يا جماعه مدفوع عشان المواضيع دي برضه، عشان انا مش هحزن لو لقيت يعني انا يعني ايه، لا اطلقه كده مجانا احسن ما ايه ما حد يجي يقول لي تم تسريب كورس سيف محمود مش عارف بكام. برضه ما بنصحش بالموضوع ده لسبب واحد، الابديتس. اي كورس مدفوع يا جماعه بينزل له ابديتس، بيبقى محدث، وانت بتاخد اول تحديث بس بالمجانا اللي هو حد بيسربه لك، تدفع له $15-20 وتاخد الكورس، بس ما بتبقاش معاصر للكورس ده. ومش هكلمك في اخلاقيات، انت عايز اقول لك احنا عشان الواحد يعمل كورس فعلا بيفيد، عشان الواحد يرجع تاني ويعمل لك كورس زي ما اتعمل 8 ساعات، انت ما تتخيلش المجهود اللي اتبذل عشان في الاخر واحد بالنسبه لي الشخصيه دي ملهاش عايزه في الدنيا، ما تتقارنش بيا تماما، يقول لك تم تسريب، يسرب مجهودك كده. الموضوع كله يا جماعه المدفوع ليه اسبابه والمجانا ليه اسبابه. لما تيجي تقول لي شوف انت عملت ليه كورس، اجي اقول لك على اسباب كتير ممكن يكون رأسها سبب جديد ان انا عايز ارجع تاني للوطن العربي، واللي هو لا انا ما روحتش ولسه في كتير كمان جاي. وعايز اقول لك على حاجه، انا عايزك تخش تجاس اكبر رقم في خيالك ممكن يحصل في دراسه حاله وهيحصل، لدرجه ان انا صارف اكتر من $370,000 في اعلانات بس في البلاك فرايداي. شوف بقى قابل بقى على الفترة اللي جاية هيحصل ايه. بس النقطة كلها في ايه؟ انه ما يبقاش حد بيبذل مجهود وفلوس في الاخر واحد يروح مسربه كده وانت تبقى راضي عن نفسك، يقول لك طب انا مش معايا فلوس، خلاص يبقى خلي المحتوى مجانا. بس انا بالنسبة لي مرضهاش، وياما اتفرجت انا على كورسات بفلوس وكان متسربة بس عشان حتة الابديت دي، وعشان كمان حتة ايه بقى، عشان ده فعلا ده تمن الراجل ووقت الراجل. بس النقطة كلها انك هتتعلم في كلتا الحالتين بفلوس، فما تزعلش تقول انا خسرت. طب ما انت هقولك على حاجة، ما انت في الجامعة بتدفع فلوس في الاخر ما بتستفادش حاجة، صح ولا لا؟ بس عشان شهادة اعمل لك 300 مليون شهادة لأي كورس. التعليم الأكاديمي أكبر خسارة في الدنيا وانت ذات نفسك خسرتها، فما تزعلش انك تخسر حاجة في الاخر انت هترجع لك بالفايدة، صح؟ اشوفكم على خير. انا كده خلصت الفيديو، يا رب تكونوا يعني استفدتوا وفدتكم بحاجة. اشوفكم على خير الفترة اللي جاية، الدنيا قوية جدا. سلام عليكم.